السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير خالص والله يا حبايب قلبي. بداية كده يا حبايب قلبي نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتدخلوا يا حبايب قلبي تعملوا الاشتراك للقناة بتاعتي المتواضعة عشان يوصلكوا كل جديد. انا بحب ادخل اشارككم في الروتين بتاعي اليومي، والله العظيم متابعتكم ليا شرف على دماغي من فوق. وحبايب قلبي انا مش هكبر الا بيكم، فاجبروا بخاطري وادخلوا اعملوا الاشتراك واعملوا لي متابعة علشان يوصل لكم كل جديد. والله العظيم انا بحبكم قد الدنيا كلها، يا رب يخليكم ليا وما تحرمش منكم ابدا العمر كله يا رب. بداية كده يا حبايب قلبي انا قلت اما اغير الملي بتاع السراير بتاعتي. زي ما انتم شايفين انا شلت اللهم صل على النبي، الملي اللي هي القديمة. فقلت بقى اغيرهم وايه وابدل ملي ودفايات جديدة يعني وكده. فعلى اساس ان انا يعني مثلا ايه كل فتره كده بشيل الدفايات واشيل الملي واغسلهم وافرش غيرهم كده. المهم انا هنا كنت بغسل ونشفتهم، وهطلع بقى ايه انشرهم معاكم يا حبايب قلبي. بصراحه يا بنات متعه، يعني الواحده لما بتبقى بتعمل اي حاجه حتى لو كانت قليله كده. بس والله انا عارفه ان معاكم ان الجو برد جدا، بس يعني احنا مش عايزين نكسر، وانا برضو مش عايزاكي تضغطي نفسك وتتعبي نفسك وتيجي على نفسك. مثلا ايه يعني مثلا ممكن اللي يخلص في ساعة اعمليه في ساعتين، اعمليه في 3، على اساس ان انت ما تتعبيش نفسك ما تضغطيش على نفسك في الشغل. تيجي تقدري ما تقدريش تتحركي، ما تقدريش تمشي. فانا بقول لك ان انت يعني اعملي برضو كل حاجتك وكل شغلك كده اول باول، بس ما تضغطيش نفسك تتعبي نفسك، لان يا حبيبه قلبي انت عبتي لا قدر الله او قعدتي او نمتي محدش هينفعك صدقيني والله. يبقى انت ضغطتي نفسك تعبتي نفسك، وفي الاخر انت اللي هتشيلي الشيل على دماغك. فانت يا حبيبتي يعني زي ما قلت لك اللي يخلص في ساعة واحدة خلصيه في ساعتين، خلصيه في 3. فهماني؟ انا هنا يا حبيبتي كنت بنشر والله زي ما انتوا شايفين، نشرت معاكم الهدوم وخلصت. وطبعا انا دايما اما ببقى عايزه اغسل هدوم بقوم اول حاجه اعملها اشغل الغساله، وبعد كده الف حواليها بقى اروق الاوض، اروق الصاله، ادخل المطبخ. المهم انا ما بقعدش جنب الغساله او بغسل وخلاص، لا، انا بشغل الغساله بتغسل وارجع احط الدور واروح بقى مثلا اروق الاوضه ديت، لا اخلص الاوضه دي اخش على الاوضه التانية، لا اشوف الطيور، لا اشوف الدنيا. المهم انا ما بقعدش جنب الغساله، وهو ده الصح. تمام كده يا حبيبتي. تمام. المهم انا خلصت هنا النشر بتاعي، وبعدين دخلت قلت اما اطبخ النهارده للولاد حاجه دافيه كده تدفيهم. والله انا كنت محتاره، بس انا قلت اما اعمل لهم النهارده، هم بيحبوا بيعشقوا الرز بالكبسه اللي هو الرز البسمتي ده. فانا عملته النهارده، جبت بصلايه وحمرتها في معلقه سمنه. وبعدين طيب زي ما انتم شايفين انا طلعت طبق بسله من الفريزر، حتى زي ما انتم شايفين ان التلج كان عليه، انا ما حبيتش اغسله من التلج. وحطيته ضفته على البصله بعد ما اتشوحت، وحطيت البهارات بتاعتي الجميله، بهارات الكبسه وفلفل اسمر وكاري والسبع بهارات وملح وبتاع وكركم وقرفه وورق لورا، وبشرت طماطمايه وحطيتها وقرن فلفل وقطعته. وعملت الكلام ده كليته، وكان عندي شوربه حطيتها وزودتها شويه ميه على اساس ان انا هحط رز، لان الشوربه اللي كانت عندي ما كانتش كتير ان هي تكفي يعني، فزودت كوبايه ميه علشان تقضي. المهم يا حبايبي هنا كنت بليت الرز قبلها بنص ساعة. شايفين يا بنات الرز بعد ما اتبل، والمفروض ان هو كمان يتبل اكتر من كده شوية والله، بس انا قلت اما اطبخ علشان الولاد يتغدوا كده. المهم صفيته ونزلت بيه على الشوربة، وما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي. الجمال ولا الريحة ولا الطعم ما اقولكيش والله بجد يا بنات، انا بصراحة تحفة. والرز ده يا بنات زي ما احنا قلنا مع بعض كده ان هو بيستقبل شوربة عادي. فاهماني؟ يعني انت ما تحسي ان هو عايز شوربه بتحطي ما بتخافيش منه، ما بيعجنش مش زي الرز المصري، فما تقلقيش منه خالص. زودي له الشوربه بتاعته وظبطي القعد بتاعه. وطبعا هتظبطي الملح، وزي ما احنا متفقين يا بنات لما تكوني ضايفه شوربه على اي اكله فبتدوقي الاول الاكل وبعد كده بتضيفي الملح بتاعك، على اساس ان الشوربه او المرقه اللي انت حطاها بيبقى فيها ملح، علشان
انت اما يبقى الاكل دلع بتقدري تعالجيه، انما لو هو حادق انت صعب جدا ان انت تعالجي الاكل الحادق. وانا ما برشحش الاكل الحادق ده ابدا، ما بحبوش عامه والله. وطبعا ما هو الصحي. طبعا انا هنا بوريكي يا حبيبتي ان انا بقلب الرز، وشوفي قد ايه هو مفلفل وجميل ونازل، والحبايه بتلمع وطعمه كان ريحته يا بنات تحفه. طبعا دي كفته يا بنات انا بجيبها جاهزه كده، كفته على الفحم بتبقى جميله جدا 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 يا بنات. جربوها والله العظيم ما هتندموا عليها. انا بعملها وهي برضو ب... بجيبها يعني جاهزة عادي وبتبقى جميلة. فانا بجيبها بس تاخد لون بسيط كده في الزيت، وبعد كده بطلعها عادي وبناكل بها. بصراحة الأكلة كانت النهاردة جميلة جميلة، رز كبسة بالكفتة أو مع الكفتة بتبقى جميلة والله. حتى الأكلة ما كانتش عايزة أي حاجة معاها والله يا بنات. أنا هنا اديت الكفتة لون، وكان الرز بتاعي اتشرب واستوى وكان جميل. وبعد كده طلعت وقلت اصلا هي الاكلة مكملة بعضها، ما هياش عايزة بقى سلطة ولا عايزة شوربة ولا عايزة أي افتكاسات حواليها. فأنا هنا بوريكي وأنا بغرف الرز، ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. ومفلفل وجميل ونازل وبيلمع وطعمه ولا الريحة يا بنات، والله العظيم بجد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. قومي ما تكسليش، ولو بأقل تكاليف أو بأقل أي يعني انت فاهمة بأي حاجة والله العظيم. ولو صدر فرخة هتعملي منه كفتة ورز وهتعملي، يا ستي ما انتش عندك رز بسمتي، قومي اعملي كيس مكرونه، شويه رز بالكبده. بلاش رز بالكبده، شويه رز وحط عليهم شويه كركم واعملي وحط عليهم شويه شوربه. هتشوفي هتحسي ان هو رز بالكبسه بس بالرز المصري. رز الكبسة بس هيبقى بالرز المصري مش رز بسمتي. وغيري في الأكل بتاعك، صدقيني انت حتى مش هتزهقي، انت نفسك مش هتزهقي يا حبيبتي. فانت يا حبيبة قلبي الله يرضيك يا رب ويرضى عنك. انا هنا طبعا على اساس ان انا الفيديو جه، عملت فيديو سريع فهو دخل طبعا في الفيديوهات. يا حبيبي انتوا متعودين مني مني على كده فما تتخضوش يعني. المهم اللهم لك الحمد والله المستعان. و... و... وانا بحبكم كتير قوي يا بنات والله. ويا رب يا رب يا رب يرزق كل مشتاق يا رب بالذرية الصالحة، ويرزق كل مشتاق يا رب انه يزور بيتك، بيت ربنا، ويزور قبر الرسول ويزور مكة والمدينة، ويعني ربنا يا رب يدي كل واحد محتاج يا رب. يا رب ارضينا يا رب ارزقنا يا رب، مشتاقين لك يا رب والله، مشتاقين لحبيبنا محمد يا رب والله. ربنا يدي كل واحد اللي بيتمناه، ويدي كل واحد ويرزق كل بنت بالزوج الصالح يا رب، ويرزق كل ست اللي مش معاها خلفة يا رب يرزقها بالخلفة، واللي تعبانة ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. يا بنات ادعوا، ما تبطلوش تدعوا يا ستات يا حبايب قلبي. ما تبطليش انك تدعي، ادعي باللي انت بتتمنيه. وهقولك على نصيحة من اختك قسما بالله وعن تجربة، يا بنات اوعي تفوتي ولا ليلة من غير ما تصلي ركعتين لله قيام الليل. حتى لو هتصلوهم بعد العشاء على طول، حتى لو هتصليهم الساعة 10 الساعة 11، اوعي تفوتي الركعتين دول. الركعتين دول بتبقي اقرب بكتير من ربنا من اي فرد، صدقيني دول الركعتين اللي هيقربوك لربنا. انتي بتقعدي بتصلي وبتقعدي تقولي اللي انت عايزاه، اي حاجة بتفكري فيها، اي حاجة تعباكي، اي حاجة انت شايلة همها، اشتكيها لربنا، لان الشكوى لغير ربنا مذلة. وربنا يا رب ما يحوجنا ولا يحوجكم لأي حد يا رب مهما كان قريب أو غريب. وربنا يرضوكوا يا حبايب قلبي يا رب. ودايما نصلي على النبي ونستغفر ربنا والله، وكل حاجة هتبقى تمام. وما تشيليش هم، اوعي تشيلي هم بكرة، خليك شيلي هم الوقت اللي انت عايشاه واللحظة اللي انت بتتنفسي فيها. ما تشيليش هم لبكرة، ما تشيليش هم الساعة قدام. صدقيني سيبها لله، وربنا اللي عايزه هيكون، وربنا اللي عايزه هيكون. ويا حبيبة قلبي أتمنى إن انت تكوني استفدتي مني حتى ولو حرف. مش هتكوني مثلا استفدتي مني اي وصفة من وصفاتي، حرف كلمة وخديها مني. صدقيني انا ده شرف لي على دماغي
من فوق ان حضرتك او يا حبيبة قلبي وبدون تكلفة انتوا اخواتي وعلى دماغي من فوق، وبحبكم كتير قوي قوي، وبحب اتكلم معاكم، بحس ان انا قاعدة في وسطكم والله العظيم. ربنا يا رب ما يحرمنيش منكم ابدا العمر كله، ويخليكم ليا، ويجعلكم دايما رافعيني ورافعين راسي ومعلين من شأني يا حبايبي. وزي ما انا قلت لكم انا مش هكبر الا بيكم. يا رب ما تحرم منكم ابدا ابدا، وربنا يخليكم ليا يا حبايب قلبي. وهتوحشوني كتير كتير خالص لحد الفيديو الجاي. وانا بحب والله العظيم اشارككم كل يوم انا بعمل في اي حاجة، حتى لو بتبقى حاجة بسيطة، بحب ان انا اشارككم علشان ادخل اتكلم معاكم واخد ودي معاكم كده. و... ويا حبايب قلبي انا طمعانة بس في ان انتم تدخلوا تعملوا لي اشتراك للقناة بتاعتي، وتدخلوا تقولوا لي كلام حلو، تدعوا لي دعوة من قلبكم. صدقوني انتوا اللي هتعلوا مني، بجد هتعلوا مني كتير خالص. فأنا بتمنى منكم وبتمنى من ربنا إن ربنا يرضيني